طيب المقصد من تمام، اشتغل النتورك دلوقتي. عامة. تمام يا باشمهندس. المايك بعد اذنك عندك يا الصورة باشمهندس. مش ما ايوه، لسه تمام، لسه الصورة مش واضحة. لسه. تمام تمام. لسه بس انا عايز اتكلم. طيب المقصد الاول قبل ما نخش على السلايد الجديده، تمام، من النتورك هي تبادل المعلومات في العموم مهما اختلف الاشكال. يعني ايه يا باشمهندس تبادل معلومات؟ يعني مثلا انا جيت وقفت مع زميل ليا في الكليه، قعدنا نتكلم مع بعض. هل احنا كده عملنا نتورك؟ اه عملت نتورك. انا مثلا قاعد في شركه ما ومحتاج انقل داتا من مكان لمكان، هل انا كده عملت نتورك؟ اه عملت نتورك. ليه اتعملت النتورك؟ علشان انقل من مكان، من رساله من شخص لشخص اخر. النتورك اتعملت عشان كده، عشان تسهل نقل البيانات بطريقه سريعه. يعني مثلا انا في شركه ما وعندي 5 اجهزه، عايزك ابعت فايل واحد لكل ال5 موظفين دول مره واحده. هعمل ايه؟ هعمل نتورك وسيطه، هخلي فيها المانجر عنده القدره لرؤيه كل الاجهزه اللي عنده، وعنده القدره برضو انه يقدر يبعت لاكس ما يقدرش يبعت لواي. طب ممكن ابعت لاكس وواي، طب ممكن ابعت اكس وواي وزد، طب ممكن ابعت اكس وواي وزد وكيو. بقدر ان انا عندي فليكسبيليتي عاليه جدا في نقل البيانات. عشان كده خلقت النتورك. طيب النتورك عامة هي عبارة عن مجموعة من كذا كومبوننت. أولهم هو الإن ديفايسز. معنى الإن ديفايسز أو مصطلح الإن ديفايسز لو حد بيكتب ورايا، هو كل حاجة بتستخدمها ليها شاشة عندك وأنت بتستخدمها، زي موبايلك، زي اللابتوب اللي أنت بتكلمني منه. ممكن نخلي كمان البرينتر من الإن ديفايس، بس هي بتسمى بريفرال، اسمها العلمي الصحيح. تمام، زي السكانرز. الكلام ده كله في الان ديفايس، دي اخر نقطه ممكن يوصل لها الانترنت، وفي نفس الوقت اخر نقطه، او يعني اخر نقطه في النتورك بتاعتك. طيب ثم بعد كده بالكونكتورز، الشبكه، التوصيلات بتاعتك في الشبكه كلها بتعوز كونكتور، ان كان الميديم بتاعها بيكون وايرلس او وايرد. وايرلس او وايرد هنفهم الموضوع ده في الكورس ان شاء الله. طيب الكومبوننت الأخير بقى والمهم، ألا وهي النتورك ديفايسز. طيب هنفهم الكلام ده كله واحدة واحدة، ونفهم الكومبوننت ديت كومبوننت. بس الأول هنخش على types of computer networks. زي ما احنا قلنا إن الكمبيوتر نتوركس هدفها الوحيد هو عبارة عن نقل البيانات في أي صورة كانت. فخلقوا من النتورك ديت، قال لك احنا هنعمل كذا نوع شبكة. يعني ايه كذا نوع شبكة؟ يعني مثلا انت معاك موبايلك، ومعاك السمارت ووتش بتاعتك، ومعاك البلوتوث ايربودز بتاعتك، ومعاك ماوس بلوتوث، ومعاك لابتوب، ومعانا برينتر. ده ايه ده؟ انت كده في نتورك. اهلا بيك، انت في البان بيرسونال اريا نتورك. هي عبارة عن نتورك على مدار الشخص بتاعك. المدى بتاعها ممكن يتراوح ما بين من 5 ل10 متر، ما بتزيدش عن كده، ما بتقلش عن كده. طيب يا باشمهندس، يعني أنا كده ببقى ماشي بنتورك؟ هو أنت في السمارت ووتش بتاعتك دي مش بيكون الموبايل في جيبك وبيصير لك نوتيفيكيشن عليها؟ طب ما الكلام ده حصل ازاي؟ انت مش اوريدي رابطهم ببلوتوث؟ بس كده بقى عندك نتورك، اهلا بيك، انت في البان. طيب لو كبرنا الامر شويه، طلعنا بقى الموضوع شركات. والله انا عندي الشركه فيها 10 كمبيوتر، وعندي مثلا 5 برينترز، وعندي مانجر، وعندي الفاوندر بتاعنا. كل دول ليهم جهاز، وعندي السيرفرز اللي بخزن فيها البيانات بتاعت الشركه بتاعتي، ايا كان نوع البيانات مش هتفرق معايا. تمام. طب انا محتاج يكون لكل شخص من دول ليه القابلية إنه يكلم التاني. مش أنا ممكن يبقى تيم السيلز يتعامل مع تيم الماركتينج، يتعامل مع تيم الميديا؟
يطلعوا لنا بروجكت يقدر ان احنا نشتغل عليه بعد كده. والله مثلا هيجي يقول لي بتوع السيلز احنا عايزين نزود السيلز بتاعتنا شويه، فبتاع الميديا شد حيلك. طب ماشي، انت عندك في السيلز ايه؟ والله احنا عندنا واحد اتنين تلاته. خلاص، الحوار ده اللي بيحصل ما بيننا ده بيتم في نقل داتا من كمبيوتر للتاني. المدى بتاعها هي الشركه بتاعتي. الشركه بتاعتي مثلا بيبقى دور دورين في الاخر، ده اقصى حاجه، ده اسمه لان. طيب، ربنا كرم الشخص دوت وفتح في محافظة تانية، فتح في 3 4 محافظات، بس ما زال عندي المين برانش، وعندي المتفرعين حوالين برانشز التانية متفرعين مثلا في جمهوريات مصر المختلفة، محافظات مصر سوري المختلفة. تمام. طيب أنا محتاج إن البرانشز المختلفة اللي في محافظات مختلفة دي تتواصل مع المانجر. ما هو معلش، المانجر مش هيقعد ينزل عند شركة شركة، مش هيقعد والله انا النهارده في القاهره، لا ده انا النهارده في اسكندريه، لا ده انا النهارده في اسيوط. اولا ارهاق بدني، ثانيا مجهود الشغل هيقل، ثالثا وقت ضايع. والبيزنس هو عباره عن وقت وتركيز، دماغك تكون كويسه، ووقتك يكون مظبوط، عندك تايم مانجمنت رهيب. فالناس دي مش عندها وقت ان هي تتنقل سفر 3 4 ساعات مثلا او 8 9 ساعات لو هم في جنوب الصعيد خالص، في اسوان بقى، في الاقصر، على ايا يكن. فبالتالي عمل ايه؟ والله قال لك لا، احنا ممكن نوفر لك تواصل ما بين الشركات دي كلها ببعضها بالمين برانش، وهنسميه المان، المتروبوليان. طيب، الشركات دي كبرت بقى قوي بقى، وبقت ناس انترناشونال بقى، وبقينا فرع في السعودية، وفرع في يو اس اي، وفرع في مثلا في بريطانيا، فرع في السودان تحت، فرع في جميع قارات العالم، مثلا في كذا 4 5 فروع. طيب، كده احنا دخلنا في الوان. والوان هنا تشبه الانترنت بتاعتنا. ليه؟ هي الانترنت بتاعنا احنا اتفقنا ان هو عباره عن ايه؟ مجموعه داتا سنترز متوصلين ببعض، متوصلين بالانترنت سيرفرز بروفايدرز، وبيقدموا لك الخدمه لحد باب بيتك، الانترنت سيرفيس بروفايدرز. فبالتالي الوان الا وهي الانترنت بتاعتنا. تمام. تمام. طيب، في انواع تانية من الكمبيوتر نتورك في دماغكم كده؟ يعني هل في حد متوقع ان يكون في انواع تانية، ولا احنا لمينا الموضوع؟ يعني لو حد عنده حاجة يعني يا ريت يكتب لنا على الشات. يا شباب، طب لو ما فيش قولوا لي لا. طيب. طيب لو حد مش فاهم بوينت معينة والباشمهندس يعيدها يقول ما يتكسفش. بقول لك هندسة. مين اللي بيتكلم؟ اتفضل. هندسة. هشام معايا. اتفضل يا شباب. مش فيه مش هو فيه الدبليو ال ان، اللي هو الوايرلس لوكال اريا نتورك. ماشي، ما هو الوايرلس لوكال اريا نتورك ديت هي تحت بند برضه كل لان، هي وايرلس لان اللي هو البيت بتاعك. اه. طب والفي بي ان. دي لان جديد، ماشي. اه. وفي باشمهندس اه محمد ايمن تمام كاتب تمام. السكان، جميل. في باشمهندس علي شهاب كاتب البان والكان، البادي والكامبس، جميل. طيب، في واحدة هندسة اسمها مش عارف سترونج اريا، مش عارف اسمها سترونج اريا. وستورج. تقريبا سان، ولا مش عارف كده، مش عارف ايه. ستورج. مش عارف. هي ستورج اريا نتورك، اس اي ان. انا مش عارف بقى انت قصدك على دي ولا ايه. طيب، في حد تاني عنده حاجة؟ ايه الحاجات دي؟ طيب. احنا كنا بنتكلم من شوية يا باشمهندسة ايمان، تمام، ان احنا عندنا حاجة اسمها تايبس اوف كمبيوتر نتورك. انواع الكمبيوتر نتورك دي
قسمناها ان هو على حسب يعني أو ممكن نقول ايه، حسب مثلا الجيوغرافيك، المنطقة الجغرافية، المساحات بتاعتنا ماشية ازاي. طبعا احنا مع الوقت بيتم التطوير. قلنا الأول بدأنا بحاجة اسمها البان، اللي هي الحاجات الشخصية بتاعتك. يعني كنت مثلا لابسة وايرلس مثلا، ايربودز مثلا ولا حاجة، أو لابسة سمارت ووتش، الكلام ده كله بيبقى تحت بمستوى البان. تمام. طيب، جينا كبرنا شوية وقلنا اللان. الباشمهندس قال لنا الوايرلس لان. الوايرلس لان ده اللي بيكون مكتوب بقى كده على الراوتر ديت اللي هي بتاعت البيت، او ما قلنا بقى ما اسموش راوتر، اسمه المودم. تمام. بيبقى بيوفر لك في الهوم بتاعتك، في منطقة الهوم. مش بيوفر لك منطقة الهوم، هو بيوفر لك اكسس لللان بتاعتك عن طريق وايرلس كونكشن. يعني هي نفس اللان يا باشمهندس هشام. الوايرلس هي اللان. يعني ممكن شركة كاملة تشتغل وايرلس عادي، شركة كاملة تبقى عندها 5 6 7 أجهزة، تقدر إن هي والله بعمل لها أكسس بالوايرلس. تمام، تقدر إن هي تشتغل لان عادي. هي دي تحت بند اللان عادي. طيب، كبرنا الشركة شوية، والشركة ما بقتش مثلا في القاهرة بس، لا ده أنت بقت في كذا فرع تاني. فأكيد المدير مش هينزل يتابع هنا وينزل يتابع هنا وينزل يتابع هنا. لا، أنا توفيرا لمجهود المدير وتوفيرا لنفقات السفر، عملت له حاجة اسمها المان. ربطت له الشركات اللي موجودة في محافظات مختلفة تماما بالشركة الأم. فكده أصبح إن الشخص المانجر بتاعنا ده عنده flexibility وعنده الافيلابيلتي إن هو يقدر يشوف الناس كلهم تحت إيده. ليه عنده هو بنعمل له اكسس خاص بيه، يخش على السيرفر بتاعه إن هو يقدر إن هو يشوفهم كلهم. طيب، وبعدين قلنا كبرنا الموضوع شوية وبقى الوان. الوان هنا هي مرحلة الانترناشونال، مرحلة العالمية، مرحلة الانترنت، الانترالانس، الانتراوانس، اي اسم بيجي لك تحت مسمى عندك في جوجل هينفع. لان الوان دي هي الحاجة الكبيرة بقى، اللي هو تنقلنا بقى للانترنت بتاعنا. ده فعلا بيكون بقى تحت بند اللي هو ممكن نسميه الانترنت، السبايدر ويب. ليه؟ عشان احنا قلنا الانترنت هي عبارة عن مجموعة داتا سيرفرز متنقلة حوالين العالم، والداتا سيرفر دي متوصله باسلاك، والاسلاك دي بتقدمها، بياخدها بتوصل على الاي اس بي، اللي هم الناس اللي بيوفروا لك الخدمه لحد باب بيتك. فهنسمي الكلام ده كله ايه؟ هنسميه الوان، وورلد وايد اريا نتورك. طيب، الباشمهندس محمد ناوي ان هو يعني يخلص الموضوع كله. بس طيب الاول نشوف باشمهندسه ايمان. تمام كده، وصلت المعلومه؟ جاي لك يا باشمهندس محمد. اتمنى الرد يا باشمهندس ايمان عشان انقل. طيب، اتمنى تكون باشمهندس امان فهم. باشمهندس محمد ما شاء الله عليه، يعني شكله عنده خبرة لذيذة في الاريا نتوركس. طيب، خلاصة القول، هو للأسف في أكتر من 100 نوع اريا نتورك. أهلا، صباح الخير للناس المظلومين. أيوه، أكتر من 100 نوع اريا نتورك. فيعني إن قعدنا نعدهم فاللهم إننا مش هنخلص، ولكن دول أشهرهم وأكثرهم تلامسا مع أرض الواقع، مع شوية حاجات بسيطة يعني تانية ممكن نعوزها، زي مثلا الكومباس، زي البرايفت نتوركس، زي الفي بي ان. الكلام ده كله يعني حاجات ايه، سبيسيفيك أكتر. بس أشهر الأنواع حاليا في العالم كلها، وأشهر الناس اللي لما تيجي تشرح مثلا، هتلاقي ناس بتشرح نتورك هتلاقي بيشرح لك دول بس. طب والباقي يا باشمهندس؟ الباقي عادي إن احنا هنعرفه بإذن الله، هنعرفه أثناء الكورس، بس مالوش أهمية زي دول. طيب، تمام كده كله وصلت له المعلومة. نبدأ نخش على بعضه. ايوه يا هندسه، مش اللي بعد.
طيب هنبدأ للنتورك ديفايس. نتورك ديفايس دي حكايتها حكاية هقول لكم عليها. بص، الموضوع بدأ طبعا من أول الستينات، معروفة لأن هي المين فريم ووركس، الحواسيب المركزية بتاعتنا أولها كان في الستينات، فمعلش هتلاقوني بادئ التاريخ شوية متأخر شوية من الستينات. طيب جت التمانينات، ظهر لنا كام نوع كده من الأنواع الديفايسز بتاعتنا. طب الأول نقول هي ليه الديفايسز دي معمولة. هقول لك، أنا جيت عايز أبعت لشخص ما، وفي نفس الوقت أنا عايز أبعت لواحد تاني برضه على طول. كان زمان كنا بنجيب كابل الإيثرنت وأقوم جاي موصله من ديفايس لديفايس تاني وانقل الداتا بتاعتي عادي جدا. والكلام ده على فكرة عملته وأنا صغير، يعني وأنا حوالي 17 15 سنة كده في شركة من الشركات، علشان كان عندهم مشكلة في اللان بتاعتهم. جبت سلك إيثرنت، وصلته من الناحية دي من الناحية دي، وفتحت لينك ما بين الاتنين، وقدرنا ننقل الداتا بأسرع مما يمكن. طيب الموضوع كبر، أنا المانجر مش أكيد مش هيفضل يعمل بقى ماشي بسلك في الشركة وينقل بقى من ديفايس لديفايس تاني الكابل، ده موال وموال. فظهر لنا حاجة اسمها البريدج. خلينا نبدأ بالبريدج لأن هو أول ديفايس وجد. هو مش الهاب، لأن الناس اللي عندها خلفية نتورك شوية ممكن تقول عليه الهاب، بس أحب أصدمكم يا شباب إن البريدج هو تم قبليه. طيب البريدج دوت هو عبارة عن شيء بيسمح لك بنقل البيانات ما بين مكان لآخر. يعني إيه الكلام ده؟ هو بيبقى عندي قابلية إن أنا أوصل مثلا 24 ديفايس، 12 في ناحية و12 مع ناحية تانية، وبيبقى عندي القابلية إن أنا أفصل ما بين ال 12 دول وال 12 دول، وبيقدر يخليني إن أنا أقدر أبعت من مكان لآخر. طيب ظهر الهاب. الهاب كان بينقل بطريقة متخلفة شوية، يعني على الرغم إن هو كان يقدر يتوصل بيها 24 ديفايس عادي جدا ويتم النقل ما بينهم، بس كانت مشكلته حاجة واحدة، إنه لو نقل ما بين شخص، يعني أنا عايز أنقل مثلا من عندي لإكس، أنا هبعت الداتا لإكس، بس للأسف لو في زد عايز يبعت لواي فهيحصل دروب، الداتا بتاعتي وبتاعت واي هتقع. ليه الكلام ده؟ هو الهب كان كده، كان وان واي، بيبعت الرسالة لشخص واحد، ولازم أن يكون الترافيك بتاعته كلها بيور، الترافيك بتاعته كلها حاجة فاضية كده، مش هيقعد بقى يشوف أنا ده رايح لمين وده جاي لمين. ما كانش ذو ذكاء بالمنظر ده يعني. فتمت إنشاء السويتش. السويتش لأ بقى، ده عملوا له حاجة اسمها في السوفت وير بتاعه التيبل، سويتش تيبل، ده حاجة في قمة يعني الذكاء حرفيا مقارنة بالهب. إيه هو السويتش تيبل ده؟ السويتش تيبل دوت عبارة عن جدول بيتم في السوفت وير بتاع السويتش بتاعه، بيحفظ حاجة اسمها الماك أدرس. إيه الماك أدرس ده يا باشمهندس؟ الماك أدرس، تمام، ده عبارة عن رقم يونيك للهاردوير بتاعك، ما يقدرش إنه يتكرر تاني. إزاي يعني ما يقدرش إنه يتكرر تاني؟ هقول لك دلوقتي. عندنا في الكمبيوتر بتاعنا عامة، الكمبيوتر بتاع أي حد حاليا، تمام، هتلاقوا حاجة اسمها Network Interface Card، ألا وهي النك. Network Interface Card ده الكارت الشبكة بتاعك اللي بيسمح للشبكة، مثلا لو أنت موصل إيثرنت، تمام، فده اللي بيحول لك من إيثرنت لحاجة إلكتريكال جوه عندك. طيب لو أنا يعني أنا كده يا باشمهندس، لو اللابتوب بتاعي شغال على الواي فاي مش شغال على الإيثرنت، أحب أقول لك إنه لأ، برضك للوايرلس في نتورك انترفيس كارد. فكده معناته ان النتورك انترفيس كارد يقدر يتشكل حسب الهيئة اللي انا فيها، على حسب الميديم اللي انا هشتغل بيه. طيب تعال نشوف المنظر بتاع الماك ادرس. هو في حد تقريبا فاتح المايك بتاعه يا شباب؟ طيب
تعالوا كده نفتح السي ام دي. اتمنى تكونوا شايفين السي ام دي. طيب، ولو قلنا اي بي config، الامر اللي انا اديته له ده قلت له والله وريني الاي بي بتاعي بس. صباح الخير للرجاله الحبه الهاكرز، انا كده بغامر بحياتي حرفيا يعني. بس تمام، كله فدا الوطن. بس كفايه عليكم كده. دقيقه واحده نجيب لكم انا حاجه احلى. نوقف بس الريكورد. زي ما احنا شايفين كده، ده الاي بي ادرس بتاعي. تمام. يبقى هنا في الماك ادرس بتاعي برضو. وي وي وي، فين. ده الاي بي فيرجن 4، ده الايثرنت. مش ظاهر هنا. ظاهر هنا اي بي فيرجن 6. فين الماك؟ وات از ذس؟ طب ثانية واحدة نعمل كده سلاش اول. واو وي. I think that's appear now. physical address. شايفين ده كده؟ ده عنده القدرة ان هو ما يبانش اصلا. يعني ده عنده القدرة ان هو ما يتكررش، سوري. ليه؟ يبقى متقسم لكذا حاجة. متقسم جزء والله الشركة المصنعة ليه، وجزء تاني بيكون هو رقم النتورك انترفيس كارد. طيب، نرجع تاني لشغلنا. اوكي، الحمد لله على نعمة التنقل. حتى لو عملت اتاك مش هتلاقوا الاي بي ده شغال اصلا بعد 24 ساعة. اوكي، تمام كده يا شباب. طيب، شايفين كده النتورك ديفايسز؟ كده احنا اتكلمنا عن النك، واتكلمنا عن الجيت واي والهاب والسويتش والبريدج. في قدامنا لسه فاضل لنا الريبيتر والمودم والراوتر. طيب، خلينا نبدأ الأول بالريبيتر. يعني زمان، وغالبا أغلب اللي معايا ما أعتقدش إن يكونوا شافوها، كان بيبقى ننزل السايبر بتاعنا وتلاقي حد جايب لك كده من الكابينة بتاعت النت سلك لحد باب بيتك متوصل. أحيانا بيبقى الكابينة دي فيها ريبيتر لو الإنترنت سيرفيس بروفايدر بعيد عنك. يعني لو شركة وي، أو بمعنى أصح كان زمان كان تي داتا، لو كانت بعيدة عنك فبتحط حاجة اسمها ريبيتر وحاجة اسمها امبليفاير. الريبيتر ده بيكرر الشبكة تاني بنفس النمط بنفس كل حاجة. بس الفكرة بتيجي عند مسافات، أول لما تعدي مسافات كبيرة، يعني ممكن نقول 15 كيلو ولا حاجة، تبدأ إن النتورك ديت أو السيجنال دي غصب عنها بسبب الديستريبيوشنز اللي بتحصل في الميديم اللي هي بتبقى ماشية فيه. وأحيانا كان الإيثرنت زمان، تمام، الديستريبيوشن تبقى عالية ومش عارفة إيه والكلام من ده، فبيتم وضع حاجة اسمها تانية امبليفاير بعد الريبيتر. امبليفاير ده بيكبر بقى أو بيرجع السيجنال الضعيفة خالص دي لأصلها. إنما الريبيتر هو مجرد بيعمل كوبي اند بيست للسيم سيجنال والسيم امبليتيود والسيم ويف لينز، كل حاجة بيعملها بالملي. انما الفكره بتاعت امبليفاير من اسمه زي المايك بتاعنا، لما بيبقى مثلا انا بتكلم في صوت عالي في المايك بتاعي في قاعه كبيره، كل اللي في القاعه يقدر يسمعني على صوتي الواطي اللي انا بحطه قصاد المايك. ده بيعمل ايه؟ المايك بيعمل امبليفاير للصوت بتاعي بحيث ان يبقى اللي قاعد في القاعه بتاعتي يقدر يسمع كل اللي موجود. طيب، الاستاذ مودم، واعتقد ان الكل هياخد الصدمه من دلوقتي. يعني احب احييكم ان حضرتك ان الواي فاي اللي انت متوصل عليه على الجهاز اللي عندك في البيت للاسف ما اسموش راوتر، للاسف اسمه مودم. ايوه، اللي جاي لك من انترنت
في حد مشير السكرين؟ اعتقد انا اللي مشير. طيب اوكي ماشي. طيب عملنا في المودم ده عبارة عن ايه؟ هو الانترنت سيرفيس بروفايدر ان كانت بقى شركة وي، اورنج، اتصالات، ايا يكن، تمام، بيبدأ ان هو يديك الخدمة بتاعتك في صورة كابلات ماشي فيها السيجنال. طيب انا محتاج ان انا احول السيجنال ديت لحاجة اقدر ان انا اتعامل بيها زي وايرلس مثلا. فالراوتر بتاعك بيبقى عبارة عن مجموعة اجهزة كده، بيبقى عبارة عن المودم، بيبقى عبارة عن السويتش بتاعك، وأحيانا بيبقى عبارة عن الراوتر كمان اللي بيطلعك على الإنترنت. طيب يعني كده الراوتر اللي عندي في البيت ده يا باشمهندس ما اسموش راوتر؟ لا، ما اسموش راوتر، هي مجموعة من أجهزة، بيبقى عبارة عن بقى يا إما دي سي ال يا إما الوايرلس، أيهما أقرب أو أيهما مفيد عندكم أو أيهما عندكم في البيت. بيبقى مكون من مجموعة أجهزة، بس الأغلبية بيبقى المودم. ليه؟ هو بيحول السيجنال اللي جاية من الكابينة عندك تحت ليه وايرلس تقدر انت تتعامل بيها، او في صورة الايثرنت تقدر انت تستفيد بيها لو انت هتوصل بالكابل. طيب خلصنا كده الأجهزة، ويتبقى الراوتر. وكيف يعمل الراوتر الحقيقي بقى؟ هو ده طبعا مش شكل الراوتر، هو الراوتر حاجة زي كده يعني. بس تمام، خلينا نشوف منظر الراوتر عامل ازاي. طيب على فكرة السعر بتاع الراوترز والسويتشز والكلام من ده، يعني للي بيفكر ان هو خلاص انا هجيب الحاجات دي دلوقتي في البيت عندي واعمل نتورك خاصة بيا وكلام من ده، احب احييك انت. الكلام ده ما ينفعش. يعني الراوتر الواحد ممكن يعدي 120,000 جنيه. ايوه زي ما انت سمعت كده، لانك انت الموضوع مش بيبقى راوتر واحد وسويتش وكلام من ده، لا انت الموضوع بيبقى حرفيا معجنة للبشمهندس اللي بيبقى مش نتورك فاهم قوي، وللناس اللي فاهمة بتحب المنظر اللي انتوا هتشوفوه حاليا ده. انا كشخص نزلت شركة، تمام، فاحب اقول لك ان ده اقل منظر انت تقدر تشوفه. هو معمول ايه؟ شايفين دلوقتي الصورة؟ لا مش شايفين الصورة. طب شير السكرين كلها. طيب شايفين المنظر ده؟ هو فاضل اقل من دقيقة بس. ده هو اروق راك انت ممكن تشوفه في حياتك. ومش شرط يكون في راوتر بس، لا انت ممكن يكون مجموعة السويتشات دي كلها كده، وتلاقي الراوتر بس في الاخر هنا كده. طيب